مساء الخير عليكم، عم زينهم بيحييكوا في زينهم في الترند. طبعا النهارده ليلة حمراء عشان خاطر الاهلي خد البطولة ال11 في افريقيا. بس قبل اي حاجة احب افكركم كده في الحلقة اللي فاتت انا قلت ايه، وانا كعم زينهم اتوقع ان الاهلي هيفوز 2-1 ومحمد عبد المنعم هيجيب جون من ضربة راس من الركنية. طبعا ناس كتير هتقول ده سحر وشعوذة ودجل وان انا مخاوي وان انا معايا عفاريت وبارة الدنيا. لا، بس انا احب اقول مبروك يا ولاد، الاهلي خلص على الوداد. اصحى يا وداد، ده الاهلي بعبع افريقيا، وزي ما عم زينهم قالها الاهلي هيعملها وفعلا عملها. بطولة للتاريخ من قلب كازابلانكا، بطولة بدأت بهزيمة من الهلال وبعدين نتغلب 5 من صن داون، فقالوا خلاص الاهلي راحت عليه. بس يا عين عليهم ما يعرفوش المارد الاحمر بيخلي الكل يعيش الوهم وفي الاخر بياخد البطولة. عمي وعم عيالي وحبيب قلبي الاهلاوية اطهر الطاهر لاعب الهلال اللي ضيع ضربة الجزاء، وبين هنا عينك ما تشوف الا النور، عشان من بعدها الاهلي بقى يتغاب على فرق افريقيا وكمان يدوس عليها. الرجاء والترجي والوداد. بقول لكم ايه، صدقوا بالله انا لما شفت الواد الزملكاوي اللي جه من المانيا عشان يشجع الوداد قلت عليا النعمه لا نكس، علشان ده جمهور فقر مفيش فرقه الا لما يشجعها الا وتخسر. عشان بعدها يا عيني لعيبه الاهلي تشوف المشجع ده وهم راجعين في المطار فعملوا معاه السليمه. مبروك للاهلي، مبروك لبعبع افريقيا وبابا الشغلانه. بطوله للتاريخ وعاش الاهلي اللي مفرحنا ورافع راسنا. والنهارده انا طلعت عشان اقول الكلمتين دول، مش هتكلم في تفاصيل الماتش لان الماتش عدى وفات وخلاص فزنا والبطوله بقت عندنا في الجزيره. ويلا بقى عشان اروح اكمل احتفالات وافرح انا كمان، عشان الفرحه فرحتين، عشان البطوله وعشان النهارده عيد ميلادي. ومبروك لكل الاهلاويه، ونشوفكم في السعوديه في كاس العالم للانديه. سلام.